لمجلس محافظة كركوك نتيجة الاستياء اللي كان موجود في مدينة كركوك نتيجة تردي الخدمات فيما يخص ملف الكهرباء والوقود. كان لنا جلسة طارئة للوقوف على المشاكل اللي تواجه هذا الملف. من خلال منابركم نوجه دعوة إلى معالي وزير النفط ومعالي وزير الكهرباء لزيارة مدينة كركوك والاطلاع ميدانيا على المأساة اللي تواجه مدينة كركوك. عدد ساعات التشغيل اليوم في مدينة كركوك لا يتجاوز 8 ساعات، متناسين دور مدينة كركوك، وهذه المدينة الغنية والمنتجة للنفط. للأسف هناك عدم إنصاف، تهميش حقيقي لمدينة كركوك بتجهيزها بساعات الكهرباء أسوة بقية المحافظات. نلاحظ بالمحافظات الجنوبية هناك تفاوت في ساعات التجهيز. كان لنا اليوم توصيات ومخرجات كثيرة في اجتماعنا طلعنا بها، راح نوجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة التنسيقية بين المحافظات من خلال زيادة ساعات التجهيز الكهرباء، وأيضا لزيادة المنتوج لمدينة كركوك من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض لما شهدته محافظة كركوك بالأيام الأخيرة من برودة في درجات الحرارة. بالتالي إن شاء الله راح تكون هناك وقفة جادة مع أيضا مع دولة رئيس الوزراء للتدخل المباشر في والنظر في ملف الطاقة في كركوك فيما يخص الكهرباء والوقود. إن شاء الله راح تكون هناك تحسين في ساعات تجهيز الكهرباء بالمولدات. راح يكون هناك معدل تجهيز الكهرباء الوطني والمولد إن شاء الله راح يكون بحدود 20 ساعة. شكرا جزيلا. هل يكمل استاذ نشأت؟ بناوي بناوي خواي بخشدنا وبهرمان امرو سيشم الريكوتي تشوالي سي 2025 جلسي ديميني انجمني باريزغاي كركوك بريوتو ديار ميوانداريتي چەمبەرێ و برێکمان کرد ئەوەی پەیوەندیان هەیە بە بەڕاستی ئەم ئەزمەی کە لەم دواییە دروست بوو، ئەزمەی کەهرەبا لە ناو شاری کەرکووکە. میواندارەتی بەڕێز مدیر کەهرەبای کەرکووک و مدیر منتوجاتی کەرکووکمان کرد لەگەڵ بەڕێز قایمقامی شاری کەرکووک لەگەڵ کۆمەڵەی مولدە ئەهلیەکانیش. دیارە ئەم کۆبوونەوەی ئێمە ئەمڕۆ تەرخان کرا بۆ ئەوەی ئەو معاناتەی کە خەڵکی بەداخەوە لەم ڕۆژانەیە بینی لە کەمی ڕێژەی کەهرەباوە، یعنی تقریباً 8 سعات کەهرەبا هەبووە، بووەتە معاناتێکی ڕئیسی لە ناو شاری کەرکووکە. ئێمە بڕیارماندا وەکو ئەنجومەنی ناو شاری کەرکووک ئەوەش بخین کە کتابێک بۆ لایەنی پەیوەنددارەکان بۆ ئەوەی بتوانین نسبەی گاز زیاد بکەین بۆ مولدە ئەهلیەکان و دواتریش بۆ نەوتی سپی و هەموو ئەوانەی کە پێویست ئەکا معاناتی خەڵکی نێری ناو شاری کەرکووکە. طبعا لێرەشەوە ئێمە بەخێراتنی برای بەڕێزمان کاک ئەحمەد ڕەمزیەکەین لە ناو ئەنجومەنە ئامادە بوو لەگەڵمانە. لێرەشەوە داوا ئەکەین هەموو برادەرەکانی دیکەمان کە ناو خۆیان نابوو مقاتەڵەن بۆ ئەوەی بێنە ناو ئەنجومەنەوە، پێکەوە ئیش بکەین، پێکەوە خزمەت شاری کەرکووک بکەین، پێکەوە بتوانین معاناتەکانی خەڵکی کەرکووک کەم بکەینەوە. زۆر سپاس بۆیە. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, bugün bildiğimize göre bir celse tarihimiz var idi. Kerkük'te birkaç gündü vatandaşlarımız her şey konuşuyor. Eğer olsun bizi telefonla arayanlar, eğer olsun bizim makatiplerimizi müracaat edenler, bir elektrik sıkıntımız vardı. Gerçekten de bu kahraба ve elektrik sıkıntısı sadece Kerkük'teki bütün Irak'ın muhafazalarındadır. Ama bunu da demek isteriz. Gerçekten Kerkük'e bazı konularda iyi bir şekilde Bağdat'tan bakılmayıptı. Eğer teciz şebekel vataniyeden olsun, eğer hissetel vukud zeytel gaz muhalleleri olsun, bu konuları ele aldık. Onun için vatandaşların sıkıntıları çok idi. Gördüğümüzde gündem çok sıcak idi bu konularda. Bir celse tarihi oldu. Bu celse tarihi aniden neticesinde sağ olsun meclis başkanı ve üyelerimizle beraber yarından itibaren 20 saat teciz olacaktı vatandaşlara kahraба Ramazan'da. İnşallah gelecek günlerde de
Bu belki de ani ve acil bir karardı ama gelecek günlerde inşallah daha cedri, daha faal konuları ele alacağı elektrik konusunda. Kademet konusu çok önemli konulardan birisidir. Belki de sizler benden bugün sorusuz, sen mukata'yı da için hazır oldu. Ben bir günden demişim, siyasi konularda ihtilaf edebiliriz, siyasi konularda görüşlerimiz farklı olabilir. Ama vatandaşa hizmet eden, vatandaşa hizmet getiren bütün konularda ben ona bütün fedakarlığa hazırım. Onun için bugün bu celseye katıldım. Vatandaşın sıkıntısını ele aldık ve hamdolsun da bir neticeden çıktık. Sağ olun, teşekkür ederim. سيد رئيس المجلس استاذ محمد في السنوات الماضيه كان هناك عقد ما بين اداره كركوك واحد شركات توليد الكهرباء في اقليم كردستان، لماذا لم يتم تسجيل تلك العقد خاصه اللي كانت مسانده لميزانيه تولد كركوك من منتج؟ هذا راح يحل موضوع الكهرباء الوطني خاصه الكهرباء الوطني. هاي سؤال. السؤال الثاني سعر الامبير في بعض من المناطق 13 وبعد 13 ونص، هذا السعر اليوم بقى ثابت ام انتم تخططوا لتعديله؟ اولا فيما يخص الشق الاول من سؤالك، سابقا كان هناك كركوك متعاقده مع مستثمر احد الشركات الاستثماريه في مجال الطاقه. لحد اللحظه هناك اشكال قانوني فيما يخص تسديد مستحقات لهذه الشركه، واعتقد الملف في رئاسه الوزراء لحل هذه المشكله. اليوم نواجه كمدينه كركوك قله التخصيصات الماليه، بالتالي تقف عقبه امام انه تكون تفسح لنا المجال لابواب التعاقد مع شركه في تجهيز الطاقه الكهربائيه مع شركه مستثمره من الاقليم او من اي جهه اخرى، بالتالي العقبه الرئيسيه هي التخصيصات الماليه. اما سؤالك الثاني فيما يخص تقليل سعر الامبير، اعتقد اللجنه هناك معيار خاص باخذ بتحديد التسعيره مؤلفه من مهندسين مختصين في المحافظه والكهرباء والمنتوجات النفطيه ومن مقاميه مركز مدينه كركوك، هم مختصين بتحديد تسعيره الامبير لكل امبير. ما اعتقد راح يكون هناك تقليل بقدر ما راح يكون زياده في تشغيلي. ان شاء الله نحن نطمح انه بعد ان يكون تدخل من دوله رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء بزياده ساعات التجهيز وحصه زيت الغاز، بالتاكيد ان شاء الله راح نطمح ان نكون في على الاقل في شهر رمضان المبارك ان يكون هناك معدل التشغيل 24 ساعه. استاذ، بعد وجود مقاطعين حاليا في مجلس محافظه كركوك ومشاركه الاستاذ احمد رمزي في هذه الجلسه وخصوصا كاكاديميه وتخدم اهالي كركوك، ما هي رسالتكم للمقاطعين الموجودين خارج الجلسه؟ على طول جلساتنا وعلى طول لقاءاتنا الصحفيه والتلفزيونيه دائما ما نؤكد ان ابوابنا مفتوحه امام الاخوه اللي مقاطعين في مجلس المحافظه ان يمارسون دورهم الحقيقي في تقديم الخدمه لاهلهم في مدينه كركوك، وان كانوا معارضين عليهم ان يكونوا معارضين من داخل المجلس بتقديم الخدمه لاهلهم. مثل ما اليوم عندما لاحظنا هذا الملف الطارئ اللي دخل على مدينه كركوك واستياء من الشارع، لاحظنا اخونا وزميلنا الاستاذ احمد رمزي كان اول الحاضرين والداعين لعقد جلسه طارئه في سبيل انه يكون ممثل شرعي وينادي بصوت بالاصوات اللي خلته انه يكون عضو مجلس محافظه. بالتالي نجدد دعواتنا لهم ان يمارسون دورهم من داخل المجلس باتخاذ قرارات تفيد اهلهم ومناسبه. هل بهذه المشاركه انهيتم المقاطعه؟ يعني طبعا أنا من أول يوم قلتها، إذا تذكرون بعد مصادقة على النتائج وأداء اليمين الدستوري، قلت ربما نختلف بالأمور السياسية ولكن متفقين بالأمور الخدمية اللي يخدم المواطن. أنا بأي موضوع يخص الخدمات للمواطنين أنا حاضر وحاضر على أي تضحية وأي نقد يجيني من الشارع. اليوم الشارع الكركوكلي كان ينتظر بسنوات كثيرة مجلس المحافظة، واليوم صار له مجلس محافظة، ولا نريد أن يكون مجلس محافظة معطل من ناحية الخدمات. لهذا أنا اليوم دخلت من أجل خدمة المواطن وتحسين الخدمات في محافظة كركوك.